كلامي كويس. التالت، بص الشخصيه دي عايز اقول لك انت ما ينفعش تعيش من غيره. انت عارف لو لقيت صاحب من دول تمسك فيه بايدك واسنانك، طباخ البيت، طباخ الدفعه، طباخ حياتي، اللي بيعرف يعمل اكل. اوعى تحله، اوعى اخسر اخوك ما تخسروش، ده اللي باقي لك، هيكمل معاك 4 سنين 5، حياتك هتكمل بيه. الشخصيه اللي بعد كده بتاع الجلب والمشاكل، ده دايما هتلاقيه جاي لك من تحت كده بحوار: يا رجاله انا بتخانق، حلولي يا ابني، احنا كبرنا على الكلام ده حبيبي. هتلاقيه بص دايما كده شايل سلاح في المكان اللي انتوا فيه. اللي زي ده هتنزل تتجدع معاه في اول يوم اول اتنين، بعد كده هتلاقي صاحب الشقه جاي بيطردكم كلكم. الشخصيه اللي جايه ده ما ينفعش تسيبوا الشقه ليه لوحده. الشخصيه النسوانجيه ده هتلاقيه دايما ماسك التليفون 94 ساعه بيكلم الانجوجه بتاعته او الاناجيش بتوعه، شايف الدنيا وورد ودباديب. هو ما بيتحركش اي حاجه غير ان هو بيشحن التليفون، بيكلم الاناجيش، ينزل يقابلهم. بس اللي زي ده حبيب قلبي ما تسيبلوش الشقه لوحده، هو ده الحل الوحيد. انا حذرت. هتلاقيه دايما بيسالكوا هتنزلوا